السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. انا النهاردة هعمل معاكم فيديو جميل جدا. وهعمل معاكم فيديو السمك المقلي اللي هو السمك البربوني. يعني تغيير، يعني بدل مثلا ما يعني ايه، انا لما لقيته فجبت قلت اغير شوية في يعني ايه في الاسماك يعني وانواع الاسماك. ودلوقتي وانا حبيت اعمله معاكم. ودلوقتي بقى عايزه اقول لكم اللي بيشوفني لاول مره يا ريت يشترك معايا في القناه ويفعل الجرس. وما تنسوش يعني ايه تعملوا لايك كبير للفيديو. ودلوقتي بقى انا جبت السمك اهوت، ونضفته كويس جدا وغسلته وصفيته علشان يبقى ايه نضيف كده وشكله حلو كده. يعني زي ما انتوا شايفينه قدامكم كده. وعايزه اقول لكم ان في بتبقى السفايه اللي هي بتبقى موجوده عند ظهر السمكيه دي بيبقى فيها ايه، يعني ايه زي الدم كتير كده، فلازم تتنضف وتتغسل كويس علشان السمكيه ما يبقاش اي فيها اي ريحه او اي حاجه مثلا مش مستحبه فيها، او ريحتها مش كويسه. لا، لازم تكون نظيفه وغسلها من بره ومن جوه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وكمان بقى اقول لكم بقى على التتبيله بتاعتنا النهارده. التتبيله جميله جدا وكلها يعني ايه، مش هنجيب حاجات يعني كده، لا التتبيله كلها موجوده عندك في بيتك. والتتبيله بتاعتنا عباره عن الكزبره الخضراء وتوم مهروس وشطه وكزبره ناشفه وكمون وملح، وعندنا عصير ليمون. هحط كل التتبيله ديت او البهارات دي كلها مع بعضها، واحط عليها بقى ايه عصير الليمون، وايه واقلبهم مع بعض ايه كده. وبعد بقى ما هبدأ بقى اقلبهم مع بعض، هنزل بقى ايه السمك في التتبيلة ديت علشان نتبله السمك فيها. والسمك هنسيبوه متبل في التتبيله ديت، يعني ايه، في يعني هتسيبيه على الاقل، لو عندك وقت ممكن تسيبيه مثلا نص ساعه ساعه. مستعجله تسيبيه يعني 10 دقايق ربع ساعه وكده. وطبعا تتبليه بقى من جوه، يعني ايه يعني تاخدي شويه من التتبيله دي تحطوهم جوه ايه عند منطقه البطن بتاعه السمكه كده. وهنسيبوه بقى كده. وبعد كده نروح نجيبه بقى بعد ما يتبل ونكونوا يعني خد وقته في التتبيل، نجيبه بقى الدقيق بتاعنا ونحطه السمك بقى في الدقيق كده، سمك زي ما بتعملي السمك المقلي العادي خالص هتحطيه. بس يفضل ان انتي لما تحطيه في الدقيق يا ريت يعني ايه ما تحطوش على طول في الزيت، يفضل انتي تسيبيه شويه يتشرب من الزيت بتاعه كده. ولو عندك وقت ممكن تحطيه في التلاجة شويه، يعني عشان الدقيق بتاعه يمسك فيه كده، وتحسي ان السمكية كده ناشفه وما يشربش معاكي برضو ايه زيت كتير. يعني ايه تسيبيه ايه ياخد ويدي كده ايه مع الدقيق بتاعه قبل ما يتحط ايه في الزيت. وهخلص الكمية كلها، وبعد كده هروح بقى ايه علشان نقليه في الزيت. ودلوقتي بقى انا جبت طاسة عندي حطيت فيها زيت وحطيته على النار، ولازم الزيت يكون يعني حامي قوي، يعني مقدوح جدا جدا. وبعد كده ابدا بقى احط السمك كده، واهم حاجه تحطيه بالراحه عشان يعني ايه الزيت ما يطرطش عليكي كده ويبقى يطلع كده. وبعد ما بتقليه بقى وتقلبيه على الاتجاهين بيبقى قدامكم بالشكل دوت زي ما انتوا شايفينه كده. ابدا بقى اطلعه واصفيه على المناديل المطبخ، واخلص بقى بقيه الكميه كلها واوريها لكم بعد ما خلص وتشوفوا شكله وجماله عامل ازاي. والله يا جماعه طعم السمك ده جميل جدا. يعني هو انا قلت تغيير في طعم السمك، يعني نجيب سمك مختلف شويه. وبعد ما قليته هوت قدامكم وصفيته وطلعته حطيته قدامكم زي ما انتوا شايفينه كده. وعملت معاه رز احمر. انتوا لو حابين تعملوا رز ببصل عادي دي الرغبة اللي انتوا عايزينها. تعملوا رز ابيض انتوا حرين. ويفضل ان هو طبعا يبقى معاه السلطة الخضراء ومعاه بقى سلطة الطحينة علشان يعني ايه تبقى الوجبة كده جميلة يعني. ويا ريت يا جماعة ما تنسوش تعملوا اللايك وتشتركوا في القناة وتدعموني باشتراكاتكم في القناة، قناة مروة الحداد. وباي باي.